يا صباح الهنا. جبت الرنجة بتاعتي نضفتها كويس كده من الزعانف وقطعت الدماغ بتاعها وابتديت افتح البطن زي ما احنا شايفين علشان اطلع بقى البطروخ بتاعها كده، انضفه من اي حاجة مش مرغوبة. وبعد كده بشيل الغشاء الاسود اللي جوه ده وانضف الرنجاية بتاعتي كده علشان تبقى تحفة، وابتدي بقى اعقمها على الطاسة. عملت نفس القصة مع الرنجاية التانية، شلت الغشاء الاسود وشلت البطروخ والسلسلة كده بتطلع بمنتهى السهولة. رحت على الطاسة عقمتها كده علشان اي بكتيريا، وبسرعة على طول القشرة بتطلع معايا. خليتها بمنتهى السهولة. وحضرت بقى مجموعة من الخضار، بصل مكعبات وكمان طماطم وفلفل الوان وليمونتين كده، قلبتهم مع بعض ونزلت بالرنجة المخلية اللي عندي. ما شاء الله اللهم بارك. عصرت ليمونتين حلوين وكمان معلقة من الزيت ومعلقة من الخل. لو عايزة تضيفي طحينة جربيها، انا عملتها كده. سلطة الرنجة تحفة جدا، جربوها ولايك وشير.